شمس اف ام. شمس اف ام، وين انتي وين احنا. الاتحاد الوطني للنقابات قوات الامن الوطني التونسي اليوم في المهدية لتكريم زوز اعوان هما الملازم اول علي المولدي وحافظ الامن بهاء الدين علوان بعد خروجهم براءة من السجن على خلفية القضية المعروفة بقضية قصور السيف. معنا الناطق الرسمي للاتحاد العام، معنا الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للنقابات قوات الامن الوطني التونسي سي عماد بن حاج خليفة. شنو لقاكم اليوم في المهدية؟ اليوم كاتحاد وطني للنقابات قوات الامن التونسي حبينا نكرموا زملائنا سي علي المولدي سي بهاء على اثر صدور حكم ببراءتهم في قضيه قصور السيف. على كل حال هذه لفته بسيطه، والحاجه اللي تثبت الصدر نلقى الزملاء الزوز رجل العمل نتاعهم كلهم اصرار وتحدي للعمل من جديد، خاصه واللي تونس حاليا تمر بتهديدات ارهابيه. هذه التهديدات هذه تمس من وحدتنا الوطنيه. ان شاء الله هذه تكون بادره اولى، واحنا نحب نتوجهوا للمواطنين التوانسه كل الشعب التونسي، نحب نقول لهم الوطن يدعونا الى التوحد، كفانا تجاذبات، نبعدوا على التشتت ونتوحد صفا واحدا لمجابهه هذا الآفة التي تهدد وحدتنا الوطنية. بربي سي عماد، تو تحكي على الوحده والواحد، انتم تو في النقابه عندكم زوز نقابات. نعم. كيف تتحدوا نتصوروا تكونوا قوه ضاربه انتم ذي المطالبه؟ احنا شمس فهم وكبنا اكثر من مره يعني اعتصامات واحتجاجات وترصينا معناها فك الغاز معك البوليسيه نبداو هاربين، والبوليس تلقاه معناها يستنشق كالمواطن العادي. بالضبط، احنا كاتحاد وطني مشينا في التمشي نتاع التوحيد النقابات، وان شاء الله ربي يسدد خطانا باش تكون عندنا نقابه واحده تمثل امن جمهوري ومحايد ولاؤه الوطن وخدمه المواطن. وبالنسبه لاستنشاق الغازات كما قلت سيادتك، احنا نحبوا نغيروا القوانين. الاتحاد الوطني يحب يعمل ثوره في مستوى القوانين والتشريعات لما فيه صالح اعوان الامن والمواطن في نفس الوقت. نحبوا نعملوا بالقانون ووفق القانون. هذه الشريعة متاعنا حاليا كأمنيين وعقيدة بحول الله. معنا سي قدم لنا روحك. سي بهاء الدين علوان. ايوه. تشدينا كنا في قضية قصور السيف، ما يسمى بقضية قصور السيف. هذه نهار 14 جانفي. نهار 15 جانفي 2011. الحمد لله تعدى اللي تعدى، خرجنا من السجن، كرمونا زملائنا، نشكر الاتحاد. رجعتوا تخدموا؟ رجعنا باشرنا نخدموا. جمرة نحبوا نخدموا على رواحنا، نحبوا ندافعوا على بلادنا. جينا في مرحلة صعيبة ياسر، إرهاب دولة وعباد. نحن اليوم باش نضحيو ومازلنا باش نضحيو لبلادنا. تو الإرهاب هذا تنجموا تقضيوا عليه؟ تونس كلها برجال، كلها رجال. اليوم نحن نستناو في إطار قانوني، هو اللي باش يحمينا، هو اللي باش يخلينا باش نخدموا. نحن ما نطالبين حتى شيء، طالبين تجهيزات وطالبين اطر قانونيه فقط، والبلاد رايه في مأمن برجالها. ومعنا سي علي المولدي. سي علي المولدي، انت معاهم يعني في القضيه نتاع قصور السيف؟ اي نعم. اي شنو الحمد لله انصفنا القضاء، والحمد لله خرجنا من السجن وعدنا للعمل نتاعنا، وعدنا باش نزيدوا نقدموا اكثر جهد من ذي قبل. عدنا كنا اصرار، ونقول رجال الامن راهم هما الدرع الواقي، واللي صار خير شاهد. انتم تعرفوا الاحداث اللي صارت واللي قاعده تصير. واقول كلمه: نحب البلاد كما لا يحب البلاد احد. وهذا مساج نعديه للمواطن اللي هو يلزم يعاوننا. تعرفوا العون الامن ورجال الامن بصفه عامه وبصفه اللي هي تنقصها نواقص جمة كثيرة، ورغم هذا راهو ما يثنيناش الشيء هذا على مزيد البذل والعطاء وعلى تخليص. احنا امنا الوطن بتاعنا، الراعي وربي في امنا. احنا ناس بارين، بروا والديكم، امنا هذيك، وبدمنا ضحينا، بعائلاتنا ضحينا، بأبنائنا ضحينا، بوقتنا ضحينا،
ووقت اللي يبدا المواطن في امان وراقد احنا رانا فايقين. شمس اف ام، شمس اف ام، وين انت وين احنا.